عبد ربه منصور، كنا نقول من أول إنك بتكسر اللغة كسار. حين قلت اليمن تمضي قدما للإمام، خلينا نقول سهل، يمكن إنه بيكسر اللغة وإنه قاعد صادق. للإمام وسلمتها للإمام وللإمامة الإمامة. ليش؟ يا عم يا من لحق، والله إنك سرت برمى الكل. وقامت الثورة وإحنا شباب الثورة ركنا عليك، والإصلاح ركنوا عليك، والكل قالوا الله كدو عبد ربه رجل خير، وإنك بعدت لي من الخير. يا رجال زرت اللوحك عمران ما ذكرت حتى الشهداء. ناهي قد ضغطوا عليك الضغوطات وقالوا لا تذكر شيء قشيبي. سمعت يا حبيبي؟ كان عقل الفاتحة لروح الشهداء وإلى الإمام. قل وإلى الإمام. طيب نفس أبو علي الحاكم. يا عبد ربه، يا عبد ربه منصور، حتى ضحكت. ما هو أنت ذكي، ذكي فيهم كلهم إلا الحوثي. مدري ما استرتش فيه ولا أنتوا أصحاب، الله أعلم. ولا ما هو دكة بيت الأحمر أو ما قلت يا شيخ صادق. إيه والله إنه ما قد حد عملها أبا عنقد إلا عبد ربه منصور. إيه لكن هي حسن النية، حسن النية خلاه يفكر البيت حقنا ويسرق البطانية. عملك يا حبيب يا أخي صادق. علينا أن نصبر وإحنا صادقين مع الله سبحانه وتعالى ومع هذا الشعب، وقلنا نجرب الرئيس عبد ربه منصور. لكن الأيام دول، ولا الفندم علي محسن كان نقول إنه يعني أخبر به. ما قلت يا فندم علي. حقيقة أنا كنت مطلع وكنت أعتقد أن عبد ربه منصور سيكون الدرع الواقي للبلد، ولكنه للأسف الشديد أقصى الكل ما عدا الحوثي. فهو لا أدري ما هو التهاون معه. هل يرضى أن يكون معه؟ هل ترضى يا عبد ربه منصور أن يديرك عبد الملك؟ لا أظن أنه يرضى بذلك. قال لك لا يظن أنه يرضى بذلك. قد رضى جنب علي عبد الله، جلس نايبنا. هو متعود يا خلق الله، هو متعود. هو ما يتعبه، يدخلوا صنعاء ويدبر نفسه ويمكننا قدما إلى الإمام. ومن أول كان في عهد علي عبد الله صالح نايب وقراره غايب، من اليوم قاده رئيس يكون يظهر عادي. هو ما عندش مشكلة إنه يديره أي واحد، عبد الملك ولا علي، أهم شيء الكرسي. يا عبد ربه منصور اتق الله يا أخي. حتى وأنا عبد الجندي عادنا يعني مدسك لا آخر شيء ولا يعني أراوض. أعوذ بالله من الشيطان. يا عبد ربه منصور أنت رجل يعني قلنا عندك قوي. طيب يا أخي قوي يعني على الناس الهادين والذي يعني خرجوا الساعات وقالوا تفضل يا عبد ربه. والله أن شباب الدورة هم يعني السبب في طلوعك الكرسي. أما أنا كنت مطلع قسما بالله اللي يعطوا صاحب آخر يطلعك ولا حاجة. طلعت يعني جلست نايب يعني بدون قرار. الله لما جو هذولا الشباب وطلعوك رأس التباب. خبرك يا عبد الله صالح عبد ربه منصور الله يرعاه. النفاق حتى أنا نفاق أتمنى من عبد ربه منصور إنه يكشف حقيقة النفاق. ماشي والله إن قدك خطير. أنا أصحابي كلهم ما فعلوا سامانت، حتى أنا اللي قد أنا رجل المراوغة يعني كنت بالأسلوب. أما أنت يا عيبة يعني أنا فعلت في صفحتي عزاء لبيت القشيبي وتكلمت على وطنيته أكثر منك. أنت قمت فيه بحماية ميليشيا مسلحة. عيب. أنت الدولة تستأذن من تخلي جلال يستأذن من عبد الملك. أعوذ بالله. أين السيادة؟ أين الهنجمة حق الرئيس؟ والله الناس بعضهم يقولون انه حق. لا انا زعلان على مصدر الرئاسه تكون بهذا الشكل. طيب يا حبيبي وصلت عمره في اللواء افتتح بالفاتحه على روحه. هذا قاعد لواء. كنت انت وزير الدفاع وكل القوى السياسيه. قول الله يرحمه مجامله.
طيب تأمرت مجاملة. ما نقدرش باسمه شخصيا، عادي يقول الفاتحة على روح الشهداء، ولا كأنه بقى شهداء في هذا اللغة، ولا هيات هنا الصلعة. غلط